السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخنا، مطبخ نوجة والشيف مصطفى. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده مخلل اللفت. مخلل اللفت يعني موجود ومتوفر في السوق، وسعره رخيص وعلى قد ايدينا. وزي ما انا قلت لكم، انا عن نفسي ما بحبش اشتري اي مخللات من بره. اعملوا كل حاجة في البيت. هنعمل مع بعض النهاردة مخلل اللفت بطريقة سهلة بسيطة. انتوا بتشتروا المخلات من بره عشان بتفتكروا ان هي ممكن تكون صعبه ان احنا نعملها في البيت، بل بالعكس هي انضف واوفر واضمن. ليه نشتريها من بره طالما هي بقى نقدر نعملها؟ ومفيش اي حاجه، دي مكوناتها كلها موجوده في البيت عندنا. مش هتكلفك اي حاجه، ولا افتكاسات ولا اختراعات. هي حاجه اتنين تلاته تبقى موجوده في بيتك هتعمليها. هنبدا مع بعض ونقول بسم الله ونشوف مكوناتنا ايه. تمام. تمام. اول حاجه هنا انا جايبه اللفت بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين. كميتك على حسب ما انت عايزه، اتنين تلاتة اربعة، انتي براحتك. انا جايباه غسلاه كويس ومنضفاه كل حاجة عليه زي ما احنا شايفين كده. لازم تجيبيه وتغسليه وتخليه كده ايه ما شاء الله كده زي ما احنا شايفين زي الفل. تجيبيه ونضفيه كويس جدا. تمام. بعد كده هتبدأي تخرطيه، تقطعيه بقى ان انت التقطيعه اللي انت عايزاها. عايزه تقطعيه مربعات قطعيه، عايزه تقطعيه صوابع قطعيه زي البطاطس، مفيش اي مشكله. سهلي الامور على نفسك. في قطعات لفت، في قطعات المخلل اللفت والجزر، بس انا ما كانتش متوفره عندي، فانا رحت ايه قلت يعني ايه اقطعه معاكم بالسكينه عشان يبقى كل حاجه من البيت. اللي ما عندهوش هيعمل على طول. تمام. تمام. بص انا بقطع قدامك اهو صوابع. في حاجه لما تيجي تشتري اللفت، امسكي اللفت وشوفيه كده. لازم تشتري اللفت تكون اللفتايه تقيله، ما تشتريهاش خفيفه. الخفيفه دي بتبقى فاضيه من جوه، التقيله بتبقى ايه كويسه. لكن اللفتايه الخفيفه بتبقى زي ما بيقولوا ايه شيخه، يعني من بره جامده ومن جوه ايه فاضيه. بص انا هنا قطعت الكميه كلها قدامكم اهو زي ما احنا شايفين. بصوا شايفين عاليه ازاي. بعد ما اعمل الخطوه دي واقطعه هحط برده تاني في المصفى، وهنزل عليه ب3 4 معالق ملح كده. ليه بقى ال3 4 معالق ملح؟ شايفين الهرم اللي انتوا شايفينه ده هينزل دلوقتي. ليه بقى الملح؟ علشان ينزل الميه بتاعه اللفت كلها. لان انت لو حطيتيه كده في البرطمان هيبقى الميه بتاعته مع ميه التتبيله هيطلع من البرطمان. بصوا انا هسيبه شويه، يعني بعد ما حطيت 3 4 معالق ملح، ما تكتريش اكتر من كده. تمام. هسيبه بقى شويه حلوين كده، وهوريكم الميه اللي نزلت منه قد ايه. لازم الخطوه دي تتعمل يا جماعه. تمام. تمام. بصوا بعد يعني 3 4 ساعات، بصوا الميه نزلت قد ايه منه. وبصوا هو نزل قد ايه كان عالي، ولما الميه نزلت منه بقى ايه عامل كده اهوت. بصوا بقى هو دلوقتي هتشوفوه معايا في الكاميرا هتحسوا انه طري، بس الاول هوريكم التتبيله ازاي. اول حاجه لتر الميه عليه 5 معالق ملح. انا حاطه لتر ونص، يبقى انا هحط 7 معالق ملح. كيس الملح الصغير ده يا جماعه خلي بالكم انا عديته قدامكم معاكم اهو. 7 معالق بالظبط. انا حطيت على لتر ونص ميه 7 معالق ملح. لو انتي زودتي مثلا حطيتي 2 لتر يبقى زودي يبقى على اللتر 5 يبقى هم 10. تمام. تمام. انا بحط مع الملح طبعا السر الحلو اللي هيخليه مقرمش معاكي ويحفظه، اللي هو ايه يا جماعه؟ معلقه السكر. لازم تحطي سكر علشان السكر. بص انا حبيت اوريكم ان انا فضيت الملح كله الكيس كله عشان اعرفكم كيس الملح قد ايه. كيس الملح بالظبط هتلاقيه 7 معالق ملح. تمام. تمام. وتحطي بقى السكر. لازم السكر ده عشان السكر ده ماده حافظه، انا حطيت معلقه وهو اللي هيخليه مقرمش. وتحطي كده معلقه هريسه شطه صغيره، تقدري تستغني عنها لو انت عندك اطفال. ودوبي المكونات دي كلها مع بعض. اوعي تحطي خل، الخل هيهري، هيخليه طري جدا ومش هيبقى حلو معاكي. هنا بقى كمان انا هحط نص بنجرايه على ايه؟ على كميه اللفت دي. ما تكتريش اكتر من كده عشان انت عارفه البنجر مجرد ما بتحطي عليه ميه هيبقى ايه كله بامبي خالص وهيضيع معالم اللفت. لكن احنا عايزين نديله اللون الوردي وفي نفس الوقت نبقى شايفين ان احنا بناكل لفت. هجيب بقى البرطمان بتاعي وابتدي بقى ايه البرطمانات بقى اللي انت بتحطي فيها المخللك حطي زي اللي يريحك. بصوا انتوا شايفين وانا بحط اللفت في البرطمان كانه طري كده خالص. ليه بقى طري؟ لانه نزل الميه بتاعته، يعني مش مخشب زي ما كان شارب الميه بتاعته. تمام. ده هل يعني لما انا اجي اطلع اللفت هلاقيه طري كده؟ لا طبعا. مجرد ما احط عليه التتبيله بتاعته واحط عليه الميه اللي فيها سكر اللفت هيطلع مقرمش وتحفه. اوعي تقولي ان كده اللفت هيطلع معاكي طري ولا اي حاجه. لا لا لا، اعمليه وهيطلع معاكي مقرمش. انا بعمل الطريقه دي على طول، هيعجبك وهيبقى كويس جدا.
مع كل بقى برطمان انا بعمله، عشان البرطمان بتاعي صغير، هحط صوبع بنجر، وهكمل عليه. يعني انا قطعت البنجر نص البنجرية صوابع، وحطيت في كل برطمان صوبع، وهكمل عليه اهو قدامكم. تمام. لازم تضغطيه خالص، تضغطيه عشان خاطر ما يبقاش فيه هوا. يعني لازم يبقى اللفت كله، البرطمان كله محكوم زي ما احنا شايفين. بصوا عشان مبقاش فيه اي فرصه ان يبقى فيه هوا. بصوا انا ضغطته كله لتحت ازاي عشان مبقاش فيه اي تهويه. تمام. تمام. جبت بقى التتبيله بتاعتي وهنزل بيها على اللفت اللي معايا. طبعا انت ان شاء الله ضمنتي ان كل حاجه دابت جوه الميه، السكر والملح وكل حاجه تمام. تمام. هنزل بقى بالتتبيله بتاعتي على اللفت كله، وهغطيه، مش هخلي في حاجه باينه خالص. كل اللفت كل الميه بتاعتي هنزل بيها على اللفت، اخليه متغطي. انا طبعا عشان البرطمان عندي صغير، فانا هوزع الميه دي على البرطمانات اللي انا هعملها. بس طبعا انا هغطي اللفت كله بالميه. تمام. بصوا خليت البرطمان اهو زي ما انتم شايفين محكم، وحطيت اللفت فيه كله، الميه كلها محكومه زي ما احنا شايفين. بصوا انا هنا كنت خلصت البرطمانات اللي معايا كلها، خلصت كل حاجه. بصوا عملت لي عمل لي الكميه اللي انتم شايفينها دي. طبعا بعد ما حطيت اللفت كله، حطيت في كل برطمان صباع بنجر. تمام. ما تكتريش البنجر عشان ما يضيعلكيش معايا من اللفت. تمام. وبعدين انزلي عليه، خليه محكم خالص، البرطمان كله حطي فيه اللفت كله وخليه محكم زي ما احنا عارفين، ما تخليش فيه اي تهويه. وبعدين انزلي عليه بالميه بتاعتك، غطيها، ولازم تتاكدي ان الغطا بتاعك محكم، وتقفلي كويس عشان ما يخشلوش اي هوا. انا كده كانت وصفتي خلصت معاكم. عملنا مع بعض مخلل اللفت بطريقه سهله وبسيطه وسريعه ونضيفه ومضمونه زي ما احنا عارفين. كل لتر ميه عليه 5 معالق ملح. وبقى حطيت على اللتر الميه 5 معالق ملح، وكمان تحطي معلقه سكر عشان دي الماده الحافظه اللي هتحفظه. تمام. تمام. بعدين نزلت عليه بمعلقه هرس الشطه، ودي اختياري تقدري تحطيها او لا. اوعي تحطي خل عشان الخل هيهريه. كده كانت وصفتي خلصت معاكم. يا رب كده تكون وصفتي خفيفه على قلبكم وعجبتكم، واكون دايما عند حسن ظنكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك لمطبخ نوجة والشيف مصطفى، وربنا يحسن ما بين ايديكم.